مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه، ويلا بينا نتكلم عن عرض ساتردي نايت مين ايفنت 2025. وقبل ما ابدا ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. وبدأ العرض بدخول الامريكان نايت مير كودي رودز، وطبعا دي كانت حاجه كلنا مستغربينها، ان ازاي البطل هو اللي بيبدأ الانترو بتاعه للماتش، المفروض المنافس بعد كده البطل، وبعدها يدخل المحارب الاسكتلندي درو ماكنتاير. ولما الاتنين يتجمعوا على الحلبة والمذيعة تقدمهم، تيجي وهي عند بتقدم درو ماكنتاير يطلب منها انها تقدمه على انه الامريكان دريم. فدرو ماكنتاير داخل اصلا بخطة ان هو يعمل كل ما بيوسعه علشان يعرف يستفز كودي رودز، وده طبعا ليه؟ علشان الشرط بتاع المباراة. لما كانوا في اخر عرض سماك داون، درو ماكنتاير رفض يمضي على العقد وقال لنيك ألدس انا مش همضي الا لما الشروط بتاعتي تتحقق الاول، وهي ان كودي رودز لو استخدم الحزام، يعني اي ضرب خارجي اللي هو يبقى نودس كواليفيكيشن، او ان الماتش خلص بعد خارجي، فانتوا عارفين ساعتها ان اللي بيخسر وهو مع اللقب ما بيخسرش اللقب، بيخسر الماتش بس بيفضل محتفظ باللقب. فدرو ماكنتاير رافض ده، عايز لما كودي رودز يخسر بالطريقه دي يخسر اللقب كمان معاه. الغريبه هو ان نيك ألدس رفض الشرط ده، الا ان كودي رودز وافق انه يلعب الماتش قدام درو ماكنتاير بالشروط بتاعته. فسؤال هنا، هو كودي رودز كان فعلا ضامن ان هو يطلع من مباراته قدام درو ماكنتاير كسبان؟ هو للدرجه دي عارف يقرا درو ماكنتاير وبالنسبه له واضح قوي ليه؟ دي حاجه احنا برضو نستغربها. ونرجع بقى للماتش اللي بدأ، والاتنين قدموا اداء الى حد ما متوسط، مش هقولك اداء بشكل كامل لان يعتبر نفس الحركات هم اللي ادوها في عرض راس البلوزه. يمكن انا شايف الماتش اللي عملوه في عرض راس البلوزه اقوى شويه او احسن. واغلب الماتش درو ماكنتاير كان بيلعب على ازاي ان هو يستفز كودي رودز علشان كودي رودز يتهور ويضربه بالحزام او اي حاجه خارجيه. وبالفعل فعلا درو ماكنتاير نزل هو اللي جاب الحزام علشان يديه لكودي رودز عشان هو اللي يضربه، يا اما درو ماكنتاير يكسب بالغش. فخلاص درو ماكنتاير عارف هو داخل هيعمل ايه. لكن الغريبه ان كودي رودز كان حافظه، كان عارف ايه اللي في نيه درو ماكنتاير من الاول. واللي مستفز اصلا في المباراه ان مش كل شويه الحكم يتصاب ولا يقع، ما كتير قوي ما متكرره الحركه دي. يا جدعان شويه فكر بقى، شويه اي ابداع زياده، ايه يا عم بخ. وطبعا في الاخر لما ضرب الحكم رقد على الارض، فيجي درو ماكنتاير عشان يضرب كودي رودز بالحزام يتفاداها، وكودي رودز هو اللي يضرب درو ماكنتاير على الحزام وياخدوا واحده دي تي. بس الحكم كان مش شايف، وبعدها كودي رودز عمل الفينش كروس رودز وثبت 1 2 3 وكسب درو ماكنتاير. وبكده اضمن لكم سنتين قدام شد وندب من درو ماكنتاير ان الاتحاد ضده وان هو مظلوم، والحكم متفق مع كودي رودز وده مرتشي وده مش عارف ايه. يعني في شويه صياح جايين الفتره اللي جايه من درو ماكنتاير. بس للصراحه والامانه هو الحزام طول قوي فعلا مع كودي رودز، فيه ايه؟ ده من 2024 وهو محتفظ بالحزام. الفتره الصغيره اللي خدها جون سينا بس، برضه احنا ما شفناش برضه الحزام بره كودي رودز، هو اللي بينافس عليه على طول، هو اللي معاه الحزام وهو اللي عمال يكسب الخصوم بتاعته كلها. ده دفن الروستر كله، فيه ايه؟ بعدين يا جدعان ازاي واحد زي درو ماكنتاير بالفورمه دي واداؤه على المايك واداء على الحلبه حرفيا مصارع متكامل؟ ده كان بالنسبه لفينس ماكمان حاجه ذهبيه كده. هو فعلا لو كان في عهد فينس ماكمان كان زمانه ما ظلموش، على الاقل يعني على الاقل ادانوا فتره باللقب شويه. لكن مش كده، درو ماكنتاير بقى مدفون خالص. يا اخي حسب الله ونعم الوكيل. ونروح للماتش التاني معانا، واللي هو الماتش الثلاثي بين بنتا وروسف قدام دومينيك ميستيريو على لقب الانتركونتيننتال. وخلينا مبدئيا يا جدعان متفقين ان دومينيك ميستيريو نجح مع الجمهور، برغم ان هو عيل مستفز يعني وعيل عاق. برغم من كده هتلاقي الجمهور بيهتف له، وانا كمان شايف ان الواد اداؤه اتطور وشخصيته كمان طورها. فهو الصراحه الى حد ما يستحق الدفعه اللي هو واخدها، لانه عارف يأدي الشخصيه اللي معاه دي كويس جدا. نروح بقى للماتش بتاعه. طبعا احنا عارفين ان دومينيك هو كده كده هيطلع كسبان، بس ما بيعرفش يطلع كسبان بشكل نظيف، لازم يعمل حاجه. وصراحه يا جدعان الماتش كان جامد بين الثلاثه. بنتا وروسف عملوا شويه اداء جامد جامد قوي الصراحه. هما الصراحه مظلومين جدا ومش واخدين حقهم، وحرام بجد اللي بيحصل مع روسف ده. ولما دومينيك ميستيريو ادرك ان هو لا هيعرف يكسب بمجهود ولا هيعرف يكسب بالغش، فعمل حيله جديده، وهو لما روسف عمل حركه الاستسلام لبنتا خبط هو على الجرس بالشاكوش، فروسف افتكر ان هو كسب. لكن يطلع في الاخر اللي عامل كده الواد دومينيك، وياخد الشاكوش بتاع الجرس ويطلع بيه على الحلبه، بس بنتا ياخده منه. فلما يجي يضرب بيه دومينيك ترشق في الواد روسف، وساعتها الواد دومدوم يستغل الحركه دي ويثبت روسف ويكسب ويحتفظ باللقب. انا شايف ان هو خلاص الواد دومينيك ميستيريو ده بقى جاهز جدا ان هو يلاعب جون سينا، واغلب الاخبار بتقول فعلا ان الخصم اللي جاي لجون سينا هيكون دومينيك ميستيريو على لقب الانتركونتيننتال. ونروح بقى للماتش الحدث الرئيسي، الماتش التعبان، الماتش الضايع، الماتش اللي يا ريت ما يتكررش تاني، ماتش العيانين، اكتر اتنين مصارعين مفيش بينهم كيمياء، وهو سي ام بانك قدام جي اوسو او جي سوسو، انا مش عارف بصراحه اقول عليه ايه، على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيون. وطبعا طالما شفنا جي اوسو يبقى اكيد في قرف جاي، يعني في حاجه مقرفه، استغفر الله العظيم يا رب. بدأ الماتش بدخول جي اوسو مع الرقص والهز والتنطيط ويلا ييت بقى وتيت والشريط، وبعدها يدخل سي ام بانك واللي كان باين جدا ان هو مش في احسن حالاته ومزاجه برده مش احسن حاجه.
فكان واضح قوي عليه ان هو حالته النفسيه برده مش كويسه. المهم يبدا الماتش اللي هو انت حرفيا تقعد جنبه هتنام بجد. كان محتاج يشتغل على 2 اكس 3 اكس بجد في الحدود دي يعني علشان تعرف تخلصه او عشان تعرف تشوفه. يا جدعان ايه الاداء ده؟ انا مش بعيب فيهم بس هما الاثنين فعلا مفيش كيمياء بينهم خالص. وسي ام بانك انا اكيد مش هلوم عليه علشان عامل السن، هو كان يستحق فعلا فرصه زي دي بس من زمان، بس الاتحاد ما كانش مقدره. اما بالنسبه لجي اوسو هو يرجع تاني قسم التكتيم. المهم نكمل الماتش. حصل فيه كميه بوتشات اسوأ من بعض. في بوتش لسي ام بانك وهو بيشيل جي اوسو ما قدرش يستحمل ووقع بيه، وغالبا هنا كان سي ام بانك فرهد خلاص. اما بالنسبه لي برضو كان البوتش التاني وهو السبير بتاع سي ام بانك اللي اداه لجي اوسو. انا مش فاهم ده سبير ولا خبطه ولا ده ايه ده بالظبط. ما هو انت كده ما عنديش مثال تاني غير انك انت بتقلد جي اوسو بس بقرف. بس انت برضو سي ام بانك وانا عارف الدنيا بتاعتك والعظمه كبرت وهنستحمل الاخر برضو علشان انت يعني لازم تكسب. اما بصراحه البوتش اللي ضحكني قوي وهو لما سي ام بانك مسك جي اوسو وكان بيعملوا حركه النيك بريكر، المفروض جي اوسو ينزل معاه على ظهره، قام لف وشه. ايه النزله دي؟ ايه النتانه دي؟ اما هتلاقوا سي ام بانك راح قام بسرعه راح مديله بالشلوت في وشه. لو ما تسترجل يلا، ما كفايه قرف وهز بقى. هو ده انت اللي فالح فيه بجد؟ رزعه شلوت في وشه يعني غالبا علمه الادب شويه. لا عاش سي ام بانك بجد، لا عاش. والمهم في الاخر انتهى الماتش باتنين فينش جي تي اس من سي ام بانك لجي اوسو. قال يعني كده يعني بيحافظ على شكل جي اوسو ان هو ما بيخسرش بسهوله. ما ان شاء الله عنك ما حافظت على شكله، ما كفايه الهبل اللي هو كان عمال يعمله ده، اخره يهز يا عم. المهم سي ام بانك كسب اللقب اخيرا بعد معاناه ومشقه. يمكن هو فعلا كان يستحق اللقب ده من 10 سنين كمان فاتوا، بس عقبال ما عرف يجي الاتحاد وياخد حقه. فمبروك لفوز سي ام بانك، وان شاء الله نشوف معاه فتره كويسه جدا بعدوات وبروموهات هتبقى قويه جدا. اخر حاجه هتكلم عنها وهو ان في نص عرض ساترداي مين ايفنت في برومو ظهر لجون سينا بيتكلم عن اخر خصم ليه في شهر 12 في عرض ساترداي مين ايفنت اللي هيكون اللاست ماتش بتاع جون سينا. فبيتكلم ان اللي هيلعبه ده هيكون الكسبان في التورنمنت، الدوره اللي هتتعمل من بدايه عرض الرول اللي جاي واللي هتكون مكونه من 16 مصارع وهينافسوا بعض. فالكلام بتاع جون سينا ان المصارع اللي هيلعبه او المشاركين في الدوره هتكون مصارعين من الرو ومن السماك داون وممكن من الانكس تي، وانه كمان ممكن يكون مصارع مش من الاتحاد. طب الجمله دي معناها ايه؟ معناها انه قصده على حد من التي ان اي او تريبل اي اللي دبليو دبليو متعاقده معاهم، ولا حد بره الدبليو دبليو اي خالص وممكن يفاجئونا بكريس جيريكو او ايدج؟ الكلام ده برضو مش هنتعمق فيه قوي وهبقى اعمل لكم فيديو مخصوص ليه بس بعد ما توضح الصوره شويه من بدايه عرض الرول اللي جاي. وانا اكون خلصت معاكم الحلقه عن عرض ساترداي مين ايفنت 2025 وفي انتظاركم في الحلقه اللي جايه. سلام.